السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده انا هعمل معاكم فراخ عشان انا هسلقها، محتاجه الشوربه بتاعتها، وهعمل بسله بجزر. انا مجهزه البسله مفصصاها اهي، هي صبحه مش متخزنه، وادي الجزر. كل اللي انا محتاجاه حوالي 3 بطاطسيات كده، هقطعهم مكعبات لاني انا بحط عليها بصراحه بطاطس، في ناس كتير بتحب البطاطس عليها. تمام. وكل اللي انا محتاجاه صلصه، انا عندي صلصه متعصجه هحطها فيها. انا مجهزه دلوقتي على البوتاجاز ميه فيها بصلايه وطماطمتين للشوربه للفراخ. انا بصراحه هسلقها. بص ما شاء الله، ده تنظيفي اللي انا وريته لكم قبل كده اهو. بصوا انا بشيل الضوافر من هنا. فراخ نضيفه قدامكم اهي ما شاء الله. ادي الصدر، ادي الوراك، بصوا ما شاء الله. انا مجهزه دلوقتي، اول ما الميه تغلي هسقط الفراخ. اول ما البصلايه تتصفر هحط الصلصه عليها واديها. اول ما تفك هنزل عليها بالبسله والجزر واديها تقليبه، وبعد كده هنزل بالبطاطسيتين اللي انا مقطعاهم مكعبات. تمام. انا عارفه ان الاكل ده طبيخ عادي، بس والله يمكن تلاقوا تكه انا بعملها انتوا مش بتعملوها. في ناس لسه ما بتبقاش عارفه، فيعني ممكن تستفادوا بيها. يلا بينا على البوتاجاز ونسمي بالله. بصوا حبايبي، زي ما اتفقنا انا باجي على البوتاجاز، ادي الميه بطماطمتين ببصلايه سلام زي ما اتعودتوا معايا، عشان اول ما هتبدا تغلي هسقط الفراخ. مع اول غلوه هشيل الريم وهوطي عليها واحط لها زي ما اتفقنا شويه فلفل، شويه قرفه، جنزبيل. هاخر الفلفل شويه وهحط لها القرفه والجنزبيل. تمام. ادي البصلايه هصفرها وهنزل عليها بالطماطم، واول ما الطماطم تفك هنزل بالبسله والجزر تدي غلوتين وهنزل بالبطاطس. تمام. انا حاطه لها هنا شويه سمنه، شويه زيت، فصين توم معاها. انا حطيت التوم ليه؟ لان انا كده كده هقلب وهدي تصفيره وهحط الصلصه، مش هستنى البصله ولا تتحمر ولا التومه تتحمر. ادي شعريه اتحمرت، هننزل بالرز اللي انا غسلاه اهو ومصفياه. انا بحب ابقى سريعه في الحاجه، المطبخ ده اللي بيحبه هيبقى سريع فيه، يحب الحاجه يعملها بحب هيطلع الحاجه معاكي نفسها حلوه قوي والله يا جماعه، وخصوصا لما تعملي الحاجه بحب يعني. انا اهو هشوح الشعريه والرز واحط لها شويه ملح. على فكره لو حابين تحطوا كمون، الشعريه او الرز بشعريه بيحب الكمون على فكره، بيبقى حلو قوي عليه. لو حابين تجربوه هيعجبكم قوي. ادي الرز هسيبه يشرب ميته وينشف معايا شويه عشان اسقيه من الشوربه بتاعت الفراخ. وما تقلقوش، هلحق الشوربه وهلحق الفراخ وهلحق كمان ان انا احط البسله. بصوا حبايبي، ادي الميه غليت، هحط الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. هحط الفراخ، وزي ما اتفقنا ان انا اول ما تبدا تغلي هشيل الريم واحط لها شويه توابل. ادي الصلصه، البصله تبلت معايا او دبلت اهي، اصفرت شويه، نزلت بيها بكيس الصلصه، هسيبه يفك. انا وطيت عليه وابدا احط البسله. تمام. اهي الفراخ انا حطيتها، هسيبها اغطي عليها، مش هوطي، انا هغطي عليها بس وهسيبها، والصلصه هغطي عليها. انا الرز شوحته وطفيت عليه لحد ما الشوربه تتعمل وهسقيه شوربه.
حبايبي هي خلاص فكت معايا الطماطم اهي. انا حطيت لها البسله والجزر، هديها غلوتين وهنزل عليها بالبطاطس عشان تشرب برضو من الصلصه، وبعد كده هرجع ازودها شوربه، ولما تستوي هطفي عليها خالص. بصوا كده خلاص اهي، انا اديتها غلوتين، جهزت البطاطس المكعبات هنزل عليها اهي، هقلبها كويس واديها برضو غلوتين، وهزودها شوربه زي ما انا عايزه، وبعد كده هحط لها ملح وفلفل وكاري وكمون، مش هحط حاجه تاني اهي، وموطيه عليها عشان تستوي براحتها. هسقي الرز وهطلع الفراخ ونشوف اكلتنا شكلها ايه. بصوا يا حبايبي احنا خلصنا الحمد لله اكلتنا اهي. ادي الفراخ اللي سلقناها وشويناها دخلتها تحت الشوايه، ادي الرز ابو شعريه، ادي طبخنا النهارده البسله بالجزر وعليها شويه بطاطس اهي، ان شاء الله جميله جدا اهي. انا بقى زي ما قلت لكم بحب احط عليها بطاطس، مش بتقل الصلصه بتاعتها، بخليها عاديه عشان خاطر لما تتاكل بالرز. ده الرز بتاعنا اهو مفلفل قدامكم، بسم الله ما شاء الله اهو. يا رب يكون عجبكم وكان الطبق او كان غدانا النهارده سهل وبسيط عليكم وتكونوا بتستفادوا فعلا. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس وتدعوا لي دعوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.